ازيكم يا فراولاتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. في فيديو النهارده يا فراولاتي هوريكم طريقه ازاي تعملوا بيها شخصيات في لعبه افاتار وورلد تكون شكلها حلو وكيوت قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو فراولاتي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو فراولاتي عايزه اقول لكم على حاجه. انا عندي في القناه حاجه اسمها منتدى. المنتدى ده انا بنزل عليه منشورات، زي مثلا امتى هفتح بث، امتى هنزل فيديو كده. انا لما بنزل منشور هناك ما بلاقيش تفاعل، فعايزاكم تتابعوا المنتدى بتاعي عشان بنزل عليه حاجات وكده. ويلا بقى نبدا الفيديو. دخلنا على المصمم فراولاتي. اول حاجه هنختار البشره دي، وهختار العيون. هختار العيون دي وهخليها اللون ده، وعايزة اختار الحواجب دي وهخليها اللون ده، وهخلي نفس البق، وهختار الخدود دي، وهختار الشعر ده، وهخليه نفس لون الحواجب، اللون ده كده. وهنختار التسريحة اللي ورا كده برضو نفس لون الحواجب. وهنختار التوكة دي وهخليها باللون ده. هختار ده كده، وهختار الحلق ده، وهختار السلسلة دي، وعايزة ألبسها. هلبسها التوب ده. هو انتوا ممكن تلبسوها لبس من عندكم في الدولاب، بس انا هلبسها لبس من المصمم. هختار البنطلون ده، وهختار الشوز ده، هختار الشراب ده. وبس كده كده خلصنا اول شخصية. يلا نروح على الشخصية التانية. ويلا بينا يا فرولات عشان نعمل الشخصية التانية. اول حاجة هختار البشرة دي، وهختار العيون. لا، هختار العيون دي وهخليها اللون ده، وهختار نفس الحواجب عشان دي اكتر حواجب عجباني، وهخلي مثلا يكون لونها بني. هخلي نفس البق، وهختار الخدود، وهختار لا، الشعر انا مش هعمله من هنا عشان في قصة شعر كده، يعني انا حابة اجيبها من بره. تمام. هنختار في الاخر التوك. هختار هنا الحلق ده، وهختار السلسلة دي برضو، وهلبسها مثلا توب دوا، وهخليه باللون ده، وهختار البنطلون ده، وهختار الشوز. الشوز فين؟ اهو دوا كده. وهختار الشراب ده. ودلوقتي هنطلع للمدينة علشان في قصة شعر كده عايزة اجيبها، وعايزة احط لها ليب جلوس من عندي. فيلا بينا. وهنا هحط لها الليب جلوس ده وهغير لونه. يلا بينا، تعالى بقى نروح نشوف قصة الشعر. قصة الشعر فرولاتي هنلاقيها في استوديو التصوير. وهنا يا فرولاتي هنختار قصة الشعر دي. يلا بقى نروح على المصمم عشان نظبط كل حاجة. دخلنا على المصمم، هنختار اللون دوا للليب جلوس. لا، هنختار اللون ده احسن. وهختار اللون الشعر يكون لونه بني كده، وهعمل لها كحكاية كده. وهختار توكة تكون نفس لون اللبس. التوكة دي نفس لون اللبس كده. وكده خلصنا الشخصية التانية. ندخل يلا على الشخصية التالتة. ويلا بينا يا فرات عشان نعمل الشخصية التالتة. اول حاجة هنختار البشرة دي، وهنختار العيون دي، وهعملها باللون ده، وهختار نفس الحواجب دي، وهخليها باللون الاسود اهو. هنحط لها ليب جلوس. هختار الخدود دي، والشعر هجيبه من بره، والتوكة لسه. هلبسها الحلق ده، وهلبسها السلسلة دي، وهلبسها التوب ده، وهخلي لونه يكون ده، وهلبسها البنطلون ده.
والشوز انا هجيبه من بره. يلا بينا نروح نطلع للمدينه. وهنا يا فراولتي احط لها الليب جلوس ده وهلبسها الشوز ده. هو مش مجاني بس عادي يعني، ممكن تلاقوا شوزات تانية مجانية براحتكم. ويلا بقى نروح نجيب تسريحة الشعر نعملها. هنروح يا فراولتي على صالون الشعر وهنختار الاستشوار ده وهنختار اخر شعر هنعمله، وبعدها نروح نعمل لون الشعر. اوكي يلا بينا. هندخل استوديو التصوير، هنختار الصبغة دي ويلا بينا نروح على المصمم. هنا احنا هنغير اللون الليب جلوس، هنخليه اللون ده، وهغير تسريحة الشعر اللي ورا هخليها كده، وهحط التوكة هحط التوكة دي وهخلي لونها كده. وبس كده كده خلصنا الشخصية التالتة، ويلا بينا نروح على الشخصية الرابعة. ويلا يا فرولاتي نعمل الشخصية الرابعة. اول حاجة هنختار البشرة دي وهنختار العيون دي وهعملها باللون ده، وهنختار الحواجب دي وهعملها اللون ده، وهنعمل ليب جلوس من عندي واختار دوا، والشعر هعمله من بره ولسه التوكة، وهختار ده وهختار الحلق ده، مش هحط سلاسل. هلبسها التوب ده وهخليه لونه يكون اخضر زيتي كده شوية. وهلبسها البنطلون ده وهلبسها هلبسها اي شوز بقى، ما كده كده مش باين اصلا كده. يلا بينا يا فرولاتي نروح للمدينة عشان نكمل بيت الشخصية. هحط لها الليب جلوس ده يا فرولاتي، ويلا بينا نروح نشوف الشعر. هندخل صالون الشعر الجديد. دخلنا يا فرولاتي وهناخد الاستشوار ده وهناخد اول قصة اللي هي دي. ودلوقتي يلا بينا نروح نشوف اللون بتاع الشعر. هندخل استوديو التصوير. دخلنا فرولاتي الاستوديو، هنختار الصبغة دي اللي اصلا بتاعت شعري وهنلون بيها شعرها، ويلا بينا نروح على المصمم. دخلني فرولات المصمم. هنا هنغير لون الروج وهنخليه ده، وتسريحة الشعر هنخليها فين؟ هنخلي تسريحة الشعر دي وهحط لها التوكة دي مثلا وحطها لها كده. وكده خلصني فرولاتي الشخصية الرابعة، ويلا بينا نروح على الشخصية الخامسة والأخيرة. ويلا بينا يا فرولاتي عشان نعمل الشخصية الخامسة والأخيرة. أول حاجة هختار البشرة دي وهحط لها لينسز، بس هختار العيون دي وهحط لها الحواجب دي وهخليها تكون باللون الأسود. فين اللون الأسود؟ اهو. هحط لها ليب جلوس وهختار الخدود دي وهخلي شعرها يكون اسود، بس مش هعمله من المصمم، هعمله من المدينة. اوكي يلا بينا. فين اللون الاسود؟ اهو. وهحط لها الحلق ده وهلبسها السلسلة دي وهلبسها اي لبس ده، هلبسها التوب ده احسن. وعايزة اي لون، هختار اللون البيربل وهختار البنطلون ده وهلبسها الشوز ده والشراب ده. ويلا بينا يا فرولاتي نطلع للمدينة علشان نكمل بقية الشخصية. ودلوقتي فرولاتي دخلنا البيت بتاعي. اول حاجة هحط لها الليب جلوس ده وهحط لها اللينسز دي. ويلا بينا يا فرولاتي نطلع علشان نعمل لها تسريحة الشعر. هنروح صالون الشعر الجديد، وهنا يا فرولاتي هنختار المكوة دي وهنختار اخر تسريحة دي. ويلا بينا يا فرولاتي ندخل المصمم تاني. دخلني فرولاتي المصمم. هنا هنختار الليب جلوس يكون لونه ده، والعيون هتكون لونها ده، والشعر زي ما هو. هحط لها التوكة هحط لها التوكة دي وهي هتكون نفس لون التوب ده.
وبس كده يا فراولاتي، كده خلصنا الخمس شخصيات، ويلا نطلع من المصنع. وبس كده يا فراولاتي، كده نكون خلصنا الخمس شخصيات، بجد شكلهم تحفة قوي. واحلى حاجة يا فراولاتي في الفيديو ده ان الشخصيات دي كلها مجانية، يعني تقدروا تختاروا اي شخصية من الشخصيات دي وتكون شخصيتكم. وبس كده يا فراولاتي، كده نكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتم عايزين جزء تاني من الفيديو ده، اكتبوا لي. وبس كده، بحبكم قوي، وسلام.